مساء الخير على الجميع. خلوني اتكلم لكم يا اخوان عن معاناتي الاسبوع الماضي. والله العظيم يا اخوان معاناة جدا جدا. ثبت الجوال بس. السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. تخيلوا يا اخوان ان باقي تقريبا اقل من 10 ايام على دخول رمضان. الله يبلغنا ان شاء الله. فانتم عارفين ان في رمضان باذن الله قاعدين نجهز حق دوري السلاطين النسخه الثانيه او الموسم الثاني. طالبين تيشيرتات او مسوين التيشيرتات او مصممينها من برا السعوديه، يعني جايبينها من مصنع من برا. خلصوا الملابس. طيب جيبوا الملابس. شركه الشحن قالوا لا. ليش؟ قالوا هذه ممكن تكون ممنوع. ما في ممنوع. ليش ممنوع؟ قالوا ما يمكنها ممنوعه. ما بممنوعه، ملابس احنا مصممينها، احنا تصميم خاص، مش ما فيها لا براندات عالميه لا فيها شعارات احنا ماخذينها من احد، تصميم خاص ما في. خذ وحط وجب لين ما تقفلت علينا الشحن اللي المفروض احنا نشحن عن طريق البحر. انا هنا تعال ود وخذ وجيب وسو، المخ هنا وقف. ليش؟ بقول لكم ليش صارت معاناة عندي يا اخوان. تخيلوا التصاميم، الفيديوهات اللي احنا سويناها واللي رسمناها والبوسترات اللي كل تجهيزنا على التصاميم اللي احنا سويناها عشان البدل او الاطقم اللي احنا طلبناها. هذا اول شيء. الفيديوهات اللي احنا سويناها كلها راحت تروح هباء منثورة. انزين البنرات اللي احنا سويناها راح تروح هباء منثورة. الاعلام اللي احنا سويناها راح تروح هباء منثورة. كل شيء احنا سويناه راح يروح هباء منثورة، والسبب ان الاطقم ما وصلت او ما لكن يا اخوان ولله الحمد بفضل الله ثم الاشخاص اللي شغالين معي بخصوص الاطقم او الشخص اللي ماسك اللي هو موضوع الاطقم والتواصل مع المصنع وخذ وجب، حصلنا حل واحد ان احنا نشحنها جوي او عن طريق الجو، لكن بسعر مرة يعني تخيلوا يا اخوان، بدل ما مثلا هذه تاخذها بريال راح تاخذها ب 17 ريال زي كذا يعني مثلا. فالشحن الجو مرة كان مكلف، وما حصلنا الا قبل امس تونا دافعين المبلغ اللي حصلنا الشركة اللي تقدر تجيبها لنا في اقل ان شاء الله من اسبوع، يعني او اسبوع ان شاء الله راح تكون عندنا. فالان باذن الله راح نكمل الشغل اللي احنا وقفناه بسبب الاطقم اللي ما كانت تبي توصل. باذن الواحد الاحد يا اخوان، اوعدكم اي شخص باذن الواحد الاحد راح يحضر البطوله اولا راح يستمتع استمتاع جدا كبير. وبرضو الاشخاص اللي بتتابع اللي ما تقدر تحضر، سواء خواتنا امهاتنا او ناس من برا الحسا ومن برا الشرقيه، باذن الواحد الاحد راح يكون في تغطيه جدا 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 حلوه. بيكون على السناب عندي وبرضو في التيك توك برضو عندي. فبيكون يعني هالسنه بيكون بندقق في اقل التفاصيل ان شاء الله. يعني في خطه مرسومه جدا حلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نطلع من الظهر بعد تستاهل نطلع من الظهر حبيبي يا ابو عذاب. ايش عندنا اليوم؟ ها؟ قول عادي. لا عادي قل يعني. بروفا حق الدورة. بروفا؟ لا تصوير تدشين الاطقم. اي صح. بنصور يا اخوان تدشين الاطقم. وهذا الموتر الثاني جاي في الطريق. طبعا اللقطة الأولى بتكون ابو عذاب. حلو. ليش؟ ما ندري. بتشوفون الفيديو. بس الثوب ماخذ حتة والله. من مراكش انت ها؟ جايبين الاهل من مكة من مراكش ودونا مراكش يا صالح. وين الشباب الباقي؟ هذا بيجوا المصورين الحين. المصورين ذيلي ترى امور. لا بيجون. احنا ترى مأخرين، احنا وقفنا الشغل. الله يخليك. ليه سيارة حمراء؟ هذا والله. ليه سيارة حمراء؟ شو اسوي؟ نحب ذبحني. ولا قطين مع يعني قط مع المدام في السيارة وهي اختارت اللون وانت اخترت انك تسوقها، ولا سؤال بس؟ هذا سلو. ها؟ انت اللي جاي، انت اللي الحين قايل لنا تصويرنا في الظهر. شوف الطاقم. لا ان شاء الله. شوف احمد اخرت احمد. ابي الفيديو ناري، ابي الفيديو قنبله.
عند الموضوع بس. كافو هذا الجمس جبناه، لازم الجمس يطلع في التصوير. ها الله، هذا الكاس اللي بعذاب خذه حق السنه اللي راحت وللحين ما رجعه، ما ادري ليش. ترى ايش قلنا احنا، تاخذ اسبوع وترجعه. ولا اللي لا والله يستاهل والله. لا انت جايبه عشان في الفيديو بس تصوير، بس ترى ما راح ناخذه منك. لا والله طيب. تدري ان هذا هو الاصلي حق البريمير ليج. اخوان جمس بعذاب خذوه مسلسل غميضه. احرق المسلسل لنا، ايش بيصير الحلقه الاخيره؟ مسلسل ذاك بقدرتي ادري عن قل لنا شنو المشاهد. يروح قل لنا عبد الرحمن العاقل ركب السياره وانحاش عبد الرحمن العاقل مع شو اسمه محمد. ما تقول المسلسل شو اسمه؟ لا تقول ما نقوله. قل تكفى، عطني مشهد. لا والله عبد الرحمن العاقل خذ الموتر وباقى. لا ذاك اللي وياه انهم رايحين بس ما نبي نحرق. تكفى. لا بتصحون في رمضان صياح. يعني الجمس من ابطال المسلسل ابطالهم يا اخوان. مسلسل غميض، اذا اللي بيشوفه طبعا صوروه في الحاسه. سيارة ابو عذاب احد المشاركين في يعني بيسجلون اسمك في بجمس ابو عذاب. بس خلهم يطلعونه. الصياح بتصيح. لا انت ما تصيح، انا ادري انت المسلسل. انا ما اصيح. انا من النوعيه اللي اصيح. صحيح. واحمد الاجود شكلي يصيح بعد. صورنا الجميل طبعا هو اللي بيصور البطوله. ها الله يبارك فيك. بارك التوفيق ذا السنه. ها معاك ولا معاك؟ شي حبيبي. والله شوف لا تروح، احنا اهل الكوره. من اللي بيدفع من اللي بيحاسبك؟ لا خلاص اللي بيحاسبك خلك معه، يعطيك العافيه. الله لا يوفقك. اي عادي. طيب اسمع، ولقطتها اللي بيصير في التدشير خذها بس ثانيتين وقفل معه على طول، انتقل على الثاني. مطلعنا من الظهر نمشي ثانيتين. يلا بسم الله يا اخوان، خليكم الحين بنصور. بعذاب حراره يا الموت. ايش فيك انت كنت تضحك ما نصور. صالح اركد بنصور بعد. هسه يجون يلعبون بعد. يما ذكريات. بينشحن مسلسل ما صرت تشي ناطق يا ابو عذاب. يلا خير في محتوى. شلون ما تحمل. وراك المصور انتبه له. وخر ان شاء الله. وخرها احمد. شوف السلام عليكم. سنابة هذه يا اخوان مخصصة فقط لاصحاب المحلات المتاجر، لاي شخص عنده نشاط تجاري. باقي عندي في البطولة يا اخوان فقط 3 اماكن انك تكون راعي. 3 اماكن بس. عندي فئة ذهبية واحدة باقي، وعندي فئة فضية باقي 2 مكانين بس. الفضي باقي 2 والذهبي باقي 1. الماسي اللي اعلى شيء الحمد لله راح. البرونزي ما شاء الله تبارك الله كثير خذوا. الذهبي برضو فيه خذوا، وفي الفضي خذوا، لكن باقي مساحة الان للذهبي 1 وفضي 2. اي احد يبغى يكون راعي للبطولة نتشرف فيه، تواصل مع الرقم هذا وبإذن الله راح يتم التواصل معاك ويرسل لك ملف تشوف الملف كامل وش اللي تبيه وش اللي تحتاجه، وتعرف شنو احنا بنقدم لك، وتعرف شنو اللي احنا نبي منك. السلام عليكم. منشن اي احد تعرفه عنده محل عنده زي كذا عشان يكون في السلام عليكم. ارحب بالكابيتانو. لا والله بسلوك. ارحب بكابتن البستان اللي باذن الواحد الاحد هالسنه راح نرفع البطوله. ما راح تطلع من البستان البطوله السنه. صالح تكفى. الخربطه اللي صارت العام. اللعيبه دايخه. تكفى. ما نبيها. شوف انا السنه اللي راحت ما لعبت واجد. متحمس جدا. متحمس جدا. ركزتك السنه اني انا اصور ما اصور. الحين انا خليت واحد يصور بس. يعني انت بتجيب لنا الكاس باذن الواحد الاحد. انا احب اقول لك يا اخوي بصلوح. اسلم. صرف نفسك. شنو؟ صرف نفسك. شو صرف نفسك؟ شوف لك فريق ثاني. دقيقة ايش صرف نفسك؟ قلت لك انا السنة البطولة ما راح تطلع من البستان. بس دقيقة اوكي. اذا ابي البطولة ما تطلع من البستان لازم اني ما اجامل.
بس شلون اصرف نفسي؟ صرف نفسك يعني راح فريق المخضرمين، فريق المعلقين، انت من جدك تتكلم؟ فريق ابو عبود، شوف لك حل. انت من جدك تتكلم؟ من جدي استهبل عليك. انا يعني هل انت تمتلك اللياقه الكافيه؟ لا. هل انت تمتلك لا. رتم كرة القدم؟ لا. خلاص ما احتاج. بس لي تاريخ. قاوتني وصلح لك تاريخ، خلاص تاريخك راح زمان ولا كذا يعني الحين انا البطولة صالح، انت تدري ان انا اللي مسويها. ايه انا اللي مسويها. صح. انا اللي منشئها. صح. انا اللي قاعد اسوي كل شيء. صح. اخر شيء ما العب. لازم المنظم يلعب. ما له دخل بس بصالح يعني. تبي تلعب يا طول العمر والسلامة. شوف لك فريق يتعذرك. فريقك؟ فريقنا فريق البستان. انا الكابتن. وانا من وين؟ انا من التبن. لا شوف البستان من وين؟ مو انا عضو من اعضاء البستان؟ حلو بس مو بلازم تلعب. ابو فيصل عضو من اعضاء البستان، عارف امكانياته ما يلعب. نفس الحكايه انت. انا اقول شوف لك فريق المعلقين. فهمتك شوف لك فريق المخضرمين. انضم لهم. فهمتك. افضل لك. لأنه يعني صراحه السنه نبي البطوله. وعذاب العام لعب فينا لعب. ايه ان شاء الله. السنه ما نبي نشيلها ان شاء الله بتاخذها. فلذلك يعني ما في انا. شوف لك فريق افضل. انا ما في. لمصلحه الجميع عشان ما يصير زعل. انا ما في. لان لو ضميناك ما راح تشمها ولا دقيقه تلعب. فاهم. شوف لك فريق الله يعطيك العافيه. صح عنقله راح. شوف لك فريق. لا راح. نعيم قل له شوف لك فريق. يلا شوف فريق ثاني. روح كله روح. شكرا. انت متاكد؟ تأكد ولا تأذني ماي. شوف لك فريق ثاني. خلاص راح والله لا ارقاك والله لا ارقاك. تلعب شارب لي كودرة شفه، وامس شارب لي ريد بول وفيك القلب وما ادري شنو. تبي تلعب بعد؟ تبي تسخين بصالح. اسخن اي تسخين. تلعب وانت صايم. ايش فيك بصلوح انت؟ خلاص على صحتك. انزين انا الحين فهمتك انك انت ما تبيني وياك الفريق صح؟ شكرا لك. انا اعرف شو اسوي. مع السلامه. انا اعرف شو اسوي اذا لعبت البطوله ان شاء الله. يقول لك عطرك حضور يبدا باحساس. سلام. من براند اتش ام. يا اخوان العطورات هذه تقريبا لها عندي ممكن 4 أيام 5 أيام. استخدمتهم واحد بكل أمانة كلهم فيهم ثبات، كلهم فيهم فواحان، لكن في واحد منهم جدا 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 جبار اللي هو إلفا. يا اخوان هذا انا خليته في النص عشان ما انساه. جدا جبار يا اخوان. بكل أمانة دائما أقولها، أنا من الأشخاص اللي أحاول إني أنا أبتعد عن إعلانات العطور. ليش؟ لأن أول شيء العطور بحر والناس أذواق، وما تقدر إنك أنت توصف العطر للشخص اللي قاعد يسمعك إلا لما يكون هو واثق فيك ثقة جدا عمياء. لكن أنا أقول لك الحين براند اتش ام ما أعلنت لهم إلا يوم أنا جربت، وبكل أمانة جدا جبار. عطر إلفا يا أخوان كاتبين لي في الوصف إنه عطر دافئ يدفيك. والله جد يا اخوان، والله عطر رايق. هذا إلفا هذا جدا رايق يا اخوان. حجم العطر يا اخوان 100 ملي مثل ما انتم شايفين. هذا يا اخوان مكوناته او احد المكونات اللي موجوده فيه اللي هو الفانيلا والكراميل والمسك الابيض، وفي خشب الارز وخشب الكشمير. يعني عطر مخملي ريحته فيها فخامه. الصراحه انا اشوفه يناسب الجنسين، يعني يونيسكس يناسب سواء بنت او رجال. جدا جبار. هذا سعره ب99 ريال بس 100 ملي. من احلى ما في اتش ام ان عندهم فقط 3 عطور اللي هو سند، إلفا، امان. هذا 3 العطور اللي عندهم فقط. طبعا عطر سند يشبه عطر من براند ما ابي اقول اسمه صراحه، يعني في شبه كبير مره كبير وجدا جبار. هذا الناس اللي تحب الفواكه، وفي برضه مخلوط بالباتشيلي. جدا جبار هذا برضه، هذا حلو الصراحه. هذا عطر سند برضه نفس السعر ب99 ريال 100 ملي. الحين العطر الأخير اللي هو أمان. والله العظيم اسم على مسمى. ما أدري ليش، هل أنا لأني قريت الاسم فقعدت أتخيل. الصراحة العطر يحسسك بالأمان. والله ما هل أنا أقنعت عقلي الباطني إنه صحيح هو يحسسك بالأمان. ما أدري. ريحته قديمة، يعني
يعني كأنك قاعد تشم مثلا شيء لما تشمه تحس بشيء قديم. شفت العطرات اللي لما تشمها تذكرك بأشياء قديمة؟ هذا عطر أمان جدا حلو الصراحة. أنا أشوفه من العطرات اللي ترشها قبل النوم صراحة، يعني قبل ما ترقد يحتضنك هذا العطر، هذا يحتضنك اللي هو عطر أمان. نفس الشيء 99 ريال 100 ملي، كلهم 99 ريال. طبعا تقدر تاخذ المجموعة كاملة، اسمها مجموعة إحساسي، تقدر تاخذها وسعرها فقط ب 299 ريال. تقدر تاخذها كاملة تهديها أي أحد قرب رمضان وقريب العيد، تقدر تاخذ هذه المجموعة توزيعات للعيد، تهديها أي أحد، برضو إنك استخدامك الشخصي. جدا حلوة الصراحة، وغالبيتها أغلبها أنا أشوفها أنها يونيسكس الصراحة، تنفع للجميع. ترفع الشاشة على فوق بيجيك الموقع بهالشكل، جدا سهل وما يتفلسفون. 3 عطور، سند، إلفا، أمان، الجبار، على مثل ما يقولون على مسؤوليتي إلفا، هذا على مسؤوليتي. بعدها رقم 2 أمان، رقم 3 سند. وتقدر تاخذ المجموعة كاملة ب 299 ريال، وصراحة بكل أمانة جدا جبار. كذا جوال افراح الله حزين بالدنيا. إيه. والله اللي مزكي مصايب ولا كان اعطيتك ولا تجي